أهلا بيكم في أكلة وضحكة. النهاردة بطل الفيديو النهاردة هيكون السمسم. طبعا انتوا عارفين فوائد السمسم. السمسم فوائده كتير، بيقوي الذاكرة والتركيز، حلو للقلب، حلو للشعر والبشرة، كمان حلو للعظم وغيره وغيره وغيره. طيب احنا مكوناتنا بسيطة جدا. أول حاجة السمسم. السمسم ده أنا جايباه ولا فاتح قوي ولا متحمص قوي، ده نص تحميرة. طيب انا هعمل ايه؟ لو ابيض هياخد وقت شوية على النار، وطبعا ما تغمقوش خالص. لو احمر خالص لما هيطحن وتعمليه طحينة هيبقى ممرر، وفي نفس الوقت بتيجي تاكليه هتحسي زورك بيحرقك. وعن تجربة محدش يحمص السمسم جامد. انا لقيت اللون ده في السوق، جبت منه يا دوبك هطلع منه الرطوبة، هو والفول السوداني يا دوبك الرطوبة تطلع منه، ومعانا زيت ومعانا ملح. انا عامله معيارين، هقول لكم المعيار الواحد، مقادير المعيار الواحد: كوبايه سمسم، نص زيت، ربع فول سوداني، ورشه ملح دي في الاخر خالص. سهله كده، سهله. السمسم وكمان الفول السوداني هديله تقليبه كده، كل شويه اديله تقليبه، ايدينا فيه ما نسيبهوش خالص لغايه ما شويه نطلع الرطوبه منه. طبعا لو ابيض، لو السمسم كله ابيض، لا هياخد وقت شويه لغايه ما يوصل للون ده. انا بصراحه ما لقيتش غير ده، فقلت ايه خلاص هعمل فيه. يا دوبك يقعد ايدك فيه على طول تقلبي. ودلوقتي حطيته في طبق عشان يبرد، كل شويه بتقلبي برضو فيه عشان يبرد بسرعه، او تحطيه على طبق فلات يبقى يكون طبق كبير اهو، بتقلبيه لغايه ما يبرد. لازم يبرد خالص قبل ما يتطحن. السمسم برد، هننزله كله في الخلاط. قعدت فترة اطحنه، لقيته بصوا لسه اتطحن بس لسه تمسكيه محبب شوية، لا مش هيدينا نتيجة حلوة. رحت جبت المطحنة العادية الصغيرة دي اللي بطحن عليها البهارات بتاعتي، وحطيت شوية شوية احطهم وبطحنهم. لما طحنتهم هوريكم شكله بيبقى عامل زي الرمل. فلو ده لقيتوه محبب كده، لا ارجعوا طحنوه تاني وبعدين نرجعه للخلاط عشان نحط فيه الزيت. ودلوقتي هنشغل الخلاط على سرعة قوية وهننزل الزيت شوية شوية لغاية ما خلص الزيت. انا سبت شوية في الزيت ما استعملتهوش. دلوقتي ده القوام بتاعها، لقيته خفيف شوية، جبت معلقتين 3 دقيق ورجعت ضربتهم تاني لغاية اهو كده، وشوية ملح. بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، لانه هيتقل بعدين لما اسيبه شويه بيتقل. ايه، جربوها وقولوا لي رايكم. استنوني في فيديو جديد، باي. بصوا جميله ازاي، يكفي ان هي نظيفه وانتي ضامنه المكونات اللي انتي حطاها. جربوها مش هتندموا.